بسم الله الرحمن الرحيم. في كل مكان ألتقي بكم مجددا من قنوات SSC وفي موعد رياضي جديد هنا تحديدا من بطولة كأس آسيا تحت 17 سنة ومن مدينة براثومنتاني التايلاندية وتحديدا من ملعب تاماسات. هذا الملعب أحد الملاعب المستضيفة لمباريات هذه البطولة، لقاء الثاني للمنتخبين في هذه المجموعة. اليمن الذي يدخل هذه المباراة بعد أن حقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى من هذه البطولة عندما حقق انتصار كبير أمام المنتخب الماليزي في الجولة الماضية. يترقب ويتمنى أكيد أن وبالمناسبة لاوس من المنتخبات التي لم تتأهل بشكل مباشر إلى هذه البطولة. صافرة منتخب اليمني أكيد يدخل هذه المباراة 4 شارك، لكن خط الوحيد بالضغط على حامل الكرة والتراجع الكبير من جانب لاعبين. التوقعات كانت قبل هذه المباراة للمنتخب اليمني المباشرة لمصلحة المنتخب اليمني، تسديدها لكن تنتهي سهلة إلى حارس المرمى سوليساك. على جهة اليسار أكيد المنتخب اللاوسي، المنتخب اليمني وصل المنتخب اليمني راسية حقق من هنا الآن التسديدة والمحاولة، لكن تصدي من حارس المرمى. هنا الإعادة للمحاولة الماضية وخروج كان في، وعسى أن يعيد بحظوظها من جديد في هذه البطولة بشكل كبير. هنا الآن محاولة التسديد، محاولة لكن مرت وبعدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. ريدمان في عرضية لكن بعيدة. هو المنتخب الياباني، منتخب اللي يعتبر الأكثر تتويجا. هذا أبرز إنجاز حقق المنتخب الياباني. هنا الاعتماد الكبير بالنسبة لمنتخب لاوس للتغطية الدفاعية والاعتماد الدفاعي الكبير بالنسبة لمنتخب لاوس في الدقة اليمنية. الآن فرصة عند الخضر، العرض الهدف الأول للمنتخب اليمني، الهدف الأول من أقدام عادل قاسم، يسجل أول هدف للمنتخب اليمني. لكن حتى هذه اللحظة شانثا فيسوك كتغيير مبكر بصراحة. لا أعلم هل هناك خلل، اطمئنوا على نتيجة المباراة بشكل أكبر. عادل قاسم في عرضية لكن بعيدة، فضل يلعبها بشكل مباشر على عودة المنتخب اليمني من جديد. المنافسة راسية خطيرة، خطيرة الراسية، والمحاولة كانت قريبة من المرمى. في راسية كانت من جانب تعود إلى الخضر، خضر في عرضية لكن لاوس في محاولة التسديد لأول مرة، لكن على جهة اليمين عرضية لكن الفترة الأخيرة حتى المنتخب اليمني ما زال الاستحواذ بشكل كبير. عرضية أو تسديدة باتجاه المرمى لكن تعاد كرة على جهة اليسار، عرضية لكن هذه محاولة ما زالت قائمة. فرصة لمصلحة المنتخب اليمني، تسديدها من الخضر لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. إذن كنت أتوقع بأن المنتخب اليمني سيستفيد من هذا. تريقي في عرضية، هنا ارتقاء راسية لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. ارتقاء رائع من جانب الخضر،
ارتقى من فوق كل اللاعبين، لكن راسية في المناطق الخلفية ولم يسلموا من ذلك. نعم، المنتخب اليمني ما زال يضغط، يحاول. هنا المحاولة الأخيرة كانت من جانب أيهم داخلة إلى أقصى اليسار عند السلامي هيثم. عصام الأدمان في تمريرة، محاولة خطيرة، تسديدة. أيهم في محاولة تسديد، لكن تسديده. هدف أول للاوس عن طريق بوسومبان يضيف الهدف الأول والتعادل لمنتخب لاوس. هدف رائع بصراحة، هدف رائع من جانب بوسومبان. هدف ثاني هنا المنتخب اليمني، تمريرة خطيرة. كانت قريبة من عيسى، عنده بطاقة صفراء تحصل عليها في شوط المباراة الأول، وهي البطاقة الصفراء الوحيدة في المباراة. قاسم هو من سينفذ الخطأ الآن، عادل لكن سال على دفعتين. تفعيل جانب منتصف ملعب منتخب لاوس والخروج بأقل الخسائر من هذه المباراة. الآن عند أنور، تسديده. تصدي رائع من جانب حارس المرمى سوليساك لينقذ مرمى اللاوس في أكثر من مرة، بعيدة عن كل لاعبين. تعود عند عصام الردمان، لكن صافرة، وركلة جزاء للمنتخب اليمني. ركلة جزاء للمنتخب اليمني. لحظات صعبة في مهمة المحافظة على هذه النتيجة، بينما أنور، نعم، أنور يضيف الهدف الثاني للمنتخب اليمني. المنتخب اليمني الآن يتقدم بالهدف الثاني. هذا ما كان يحتاجه المنتخب اليمني. بطولة تعود، لكن البطولة اللي حصل عليها المنتخب الياباني. هنا تسديدة خطيرة للمنتخب اليمني، لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، خرج من نظام المجموعات. تعود من جديد المنتخب اليمني، علي في أول محاولة له، لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. علي الحنبصي في أول محاولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور رمضان خير. الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اهمية واقي الشمس، خصوصا في فترة الصيف. ده مش معناه ان احنا ما ينفعش نستخدم واقي الشمس طول السنة، بس اهم حاجة ان احنا نستخدمه في فترة الصيف. هنتكلم عن اهميته وازاي بيشتغل، وهنتكلم عن ازاي تحددي واقي الشمس المناسب ليكي على حسب بشرتك. اول حاجة، واقي الشمس يا جماعة مهم جدا ان هو بيحمينا من حروق الشمس، وكمان من ظهور اثار الشيخوخة المبكرة، وكمان بيحمينا من تصبغات البشرة، ويساعد على توحيد لون البشرة. اهم حاجة وانت بتختار واقي الشمس تعرفي نوع بشرتك ايه، علشان تقدري تستخدمي نوع واقي شمس مناسب ليك. لو بشرة عادية فطبعا اللي هيناسبك هو الكريم، لو بشرة حساسة او مختلطة فانسب حاجة ليكي هي الجل، ولو بشرة جافة فممكن برضو تستخدم الكريم او السائل. طبعا في بنشوف صن بلوك بمعدل حمايه من 50 ل 100. كل اللي يهمنا هنا في مصر ان هو ما يكونش اقل من ال 50. طبعا 100 ده بيبقى مناسب اكتر للدول الاوروبيه، لان هم بيتاثروا جدا بالشمس. اهم حاجه هي طريقه استخدام واقي الشمس، وهي بتكون دهان ربع ساعه قبل التعرض للشمس، وبنجدد كل ساعتين طول ما احنا في الشارع، او طول ما احنا على البحر، او طول ما احنا متعرضين للشمس. اهم حاجه وانت بتختار واقي الشمس، مش مهم يكون غالي، مش مهم يكون نسبه الحمايه بتاعته 100%، المهم يكون مناسب لبشرتك. دي كانت كل حاجه النهارده. اتمنى يكون الفيديو مفيد، واتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.